السلام عليكم. معاكم كوتش بسان. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه قوي. ايه هي رساله النرجسي في حياتنا؟ احنا كلنا بنتكلم عن وجود النرجسي وبيعمل ايه وعمل ايه وهيسوي ايه، وما عرفناش ايه هي رسالته. رسالته حاجه واحده بس: انك تحب نفسك، تحترم نفسك، تحترم ذاتك، تعرف قيمتك، تقدر نفسك. هي دي رساله النرجسي. تحب نفسك. زي مثلا في حالة الزوجة اللي عايشة مع واحد نرجسي، طبعا الزوجة دي في موقف لا تحسد عليه، يعني هي ما تقدرش تسيبه وتخرب البيت والولاد، وممكن تكون كمان ما بتشتغلش فما تقدرش تصرف، فهو اللي بيعول الأسرة. تعمل ايه مع النرجسي؟ أول شيء وأهم شيء تجاهليه، تجاهلي النرجسي. تاني حاجة انك تحبي نفسك، طوري من نفسك. عقدة النرجسي انك تنجحي وتطوري من نفسك. طوري من نفسك، خدي بالك من صحتك، من شكلك. حبي نفسك. بلاش طريقة الزوجة اللي تورثناها من اهالينا، اللي انتي مضحية في كل حاجة. يعني مثلا مثال على الزوجة، تكون في تفاحة قدامها، جايبه التفاحه تقطعها تدي ولادها، تيجي تدي جوزها وتقول لا انا مش مهم، انا مش بلاش. لا، مفيش حاجه اسمها مش مهم وبلاش. انت انسانه، انت بشر زيهم، لازم يعرفوا انك زيك زيهم. انت بتعلمي بنتك كده ازاي تتعامل مع جوزها وولادها، لازم تعرفي انك زيك زيهم. حبي نفسك. حبي نفسك. احب نفسي ان ما ادي نفسي حته تفاحه، عشان هم بعد كده لما تكون في شيء قدامهم هيوزعوا على نفسهم وعلى باباهم ومش هيدوكي، لان انت اللي فتحتي السكه دي، انت اللي عودتيهم على كده. فبالتالي الزوجه اللي زي كده، المعطاءه زياده عن اللزوم، دي رسالتها في حياتها مع النرجسي. المضحيه زياده عن اللزوم. انك تحبي نفسك، تقدري نفسك، تحترمي ذاتك، طوري نفسك. طوري نفسك. انا زوجة وست بيت، اطور نفسي ازاي؟ اهتمي بصحتك، اهتمي بشكلك. شوفي مهارة كنت بتحبيها وسبتيها لما اتجوزتي، زي مثلا بتشتغلي اشغال يدوية، بتكتبي حاجة، بتعملي حاجة. طوري من نفسك. ما عندكيش حاجة خالص، ابدأي اعملي. خدي لغة، اعملي اكل انت شاطرة فيه وسوقيه. طوري من نفسك، انجحي. حبي نفسك. حبي نفسك علشان الدنيا وولادك وجوزك يحبوكي. النرجسي بيكره جدا انك تطوري من نفسك. النرجسي عايزك دايما ما بتحبيش نفسك، عايزك دايما معطاءة، مضحية، ست غلبانة مرمية على جنب. بتدينا اكلها، بتدينا شربها، حتى فلوس هي مش عايزة، المهم ولادي وجوزي ينبسطوا. ما بيحترمكيش صدقيني، ما بيحترمكيش ولا هيقدرك. النرجسي مصل الطاقة. كل اللي انت بتعمليه ده مش فارق معاه. هيفرق معاه في حالة واحدة بس، انك تنجحي وتطوري نفسك. تحبي نفسك وتحبي ذاتك، هنا هينكسر النرجسي.